ما تحبسش روحك العظيمة دي في إزازة وترجع تشتكي إنك مش عارف تحقق حاجة. ما تخليش الناس تقصقص جناحاتك وترجع تزعل علشان مش عارف تطير. صدق نفسك لأنك جميل وقوي وتقدر تعمل أي حاجة لو بس قررت. السلام عليكم. الشاعر الكبير صلاح جاهين اللي كلنا عارفينه وبنحبه كان في يوم من الأيام مجرد طالب في كلية الحقوق بياخد السنة في سنتين ومش عارف ياخد الليسانس. والد الشاعر صلاح جاهين بقى المستشار بهجت حلمي كان قاضي ورجل قانون كبير، وصل في المناصب انه بقى رئيس محكمة استئناف المنصورة. فتخيل تبقى قاضي قد الدنيا وابنك بيسقط في كلية الحقوق. ابو صلاح اللي هو والد صلاح جاهين مش الكابتن محمد صلاح جاب ابنه وقال له تعالى يا ابني، تعالى يا اللي هتجيب لي الضغط. مش عيب يا واد يا صلاح لما يبقى ابوك مستشار وانت مش عارف تخلص كلية الحقوق؟ صلاح الشاب الصغير اللي لسه محدش يعرفه قال لابوه ايه؟ قال له انا مش عايز الناس تشاور عليا وتقول ده ابن المستشار بهجت حلمي، انا عايزهم يشاوروا عليك انت ويقولوا ده ابو صلاح جاهين. طبعا لو اي حد فينا كان مطرح سيادة المستشار في الوقت ده كان قال لابنه بقى انت يا ابن امبارح يلي لسه ما حققتش اي حاجه في حياتك، يلي مستقبلك عامل زي لوحه الموناليزا تبصله من اي حته تلاقيه ملوش ملامح، انت هتبقى انجح من ابوك المستشار الكبير والناس هتشاور عليا انا ويقولوا ده ابو صلاح. ابوه ما كانش طبعا مصدق، لكن صلاح كان مصدق نفسه قوي. اللي حصل بعد كده ان صلاح جاهين عمل كل حاجه في الفن تقريبا ونجح فيها. رسم كاريكاتير، كتب سيناريو، مثل، وكتب شعر طبعا وبقى شاعر ثورة يوليو، ومقرب جدا عند الرئيس جمال عبد الناصر بشكل خاص. أبوه كمان نجح وتدرج في السلك القضائي لحد ما بقى رئيس محكمة استئناف المنصورة زي ما قلنا. وفي يوم كان الرئيس جمال عبد الناصر بيكرم القضاة، وكان من ضمن القضاة دول مين؟ أيوة، المستشار بهجت حلمي. الرئيس عبد الناصر سلم عليه وهو ما يعرفوش، فواحد من اللي واقفين ورا الرئيس قال له على فكرة يا فندم سيادة المستشار يبقى والد الشاعر صلاح جاهين. عبد الناصر ابتسم وسلم عليه تاني بحرارة أكبر، سلم عليه سلام التحية لابنه صلاح جاهين، واتحققت نبوءة الولد اللي كان أبوه بيقول عليه خايب، والناس شاورت على أبوه وقالت ده أبو صلاح جاهين. ومش أي ناس، لا ده رئيس الجمهورية الدكتور أحمد زويل العالم المصري الكبير. من وهو طفل في الابتدائي كان حاطط على باب أوضته يافطة مكتوب عليها الدكتور أحمد زويل. يمكن كانت حاجة تضحك ساعتها إن طفل في السن ده يقول على نفسه الدكتور فلان، بس الطفل اللي صدق نفسه كل الناس بعد كده صدقوه. لو فتشت في كل قصص النجاح اللي سمعتها في حياتك هتلاقي شيء مشترك موجود في كل القصص دي، وهو إن أصحاب القصص دي صدقوا نفسهم واشتغلوا على نفسهم ليل نهار، فالدنيا صدقتهم. كل إنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه مميز، نسخة فريدة من نوعها. بصمة إيدك مش هتتكرر في إنسان تاني عاش قبلك أو لسه هيعيش بعدك. واللي خلق بصمة صباعك بالتفرد ده أكيد ما خلقهاش هي بس عشان تبصم بيها على قيمة الجواز وخلاص، لا، بصمة روحك كمان مميزة. كل إنسان فينا جواه كنز، اللي بيعرف يمثل واللي بيعرف يكتب واللي صوته حلو واللي حريف كورة واللي حريف شطرنج واللي لسانه حلو واللي ذاكرته قوية واللي لو قعدنا نعد المواهب مش هنخلص. ربنا عادل جدا يا جماعة، مش ممكن يدي حد حاجة ويحرم حد تاني، لكن علشان الحياة تستمر لازم الكنز بتاع كل واحد فينا يكون مختلف عن غيره. وعلى رأي عمنا توفيق الدقن لما كلنا هنبقى فتوات امال مين اللي هيتضرب؟ مهمتك انت بقى انك تلاقي الكنز بتاعك وتحافظ عليه وتستثمر فيه، ولما تحس انك ماشي في طريق مش بتاعك ما تكملش، لف عند اقرب يوتيرن وارجع. اللي لو كنت في مدينة نصر بقى ربنا يعينك، وما تخافش يعني انك تخرج من الكومفورت زون بتاعك وما تنجحش. في اسامي نجحت جدا في حاجات وكانت بدء حياتها في حاجات تانية خالص. عندك مثلا عبد الحليم حافظ كان عايز يطلع ملحن، بليغ حمدي كان بادئ حياته مطرب، ونجيب الريحاني ما كانش عايز يبقى كوميديان، كان عايز يمثل تراجيدي. فكرني بنفسي والله. ما علينا، طالما انت ماشي في طريقك هتلاقي نفسك وهتكتشف كنزك،
ودي مسألة وقت مش أكتر. المهم قبل كل ده إنك تصدق نفسك. ما تسمحش لأي مخلوق يقلل منك أو يحبطك أو يكسر مقاديفك. صحيح هي مجاديفك ولا مقاديفك مش مهم، المهم ما تسيبش حد يكسرها. اوعى تحاول تقلل من نفسك وانت فاهم ان ده تواضع. التواضع انك تكون عارف قيمة نفسك كويس، بس ما بتحاولش تستعرضها على الناس طول الوقت. انا مش هقولك كلام تنمية بشرية علشان دي مش شغلتي، ومش هقولك انت تقدر تزق الحيطة دي لو عايز. اصل حتى لو تقدر هتزق الحيطة ليه؟ هتستفيد ايه يعني؟ ما نكبر كده ونعقل يا جماعة. لكن انا هقولك معلومة مش جديدة، جايز لما تفكر فيها تاني تعيد تقييمك لنفسك وتعرف انك اجمل واعظم مخلوق في الدنيا. ربنا لما خلقك خلق جسمك من طين الارض، لكن خلق روحك من نفخة الهية من روح الله. جسمك يمكن يكون محدود لانه من الارض المحدودة، لكن روحك مش ممكن ابدا تكون محدودة لانها من روح ربنا. وانت طبعا مش محتاج اقولك ان قدرة ربنا غير محدودة. الفرق بين امكانيات الروح وامكانيات الجسد فرق هائل، زي الفرق كده بين موبايل ما فيهوش نت وموبايل فيه نت. الاولاني بيديك شوية عمليات مش قليلة صحيح لكن محدودة، لكن التاني تقدر تعمل بيه حاجات كتير. وانا مش بشبه طبعا، انت فهمت المثال اكيد. ما تحبسش روحك العظيمة دي في ازازة وترجع تشتكي انك مش عارف تحقق حاجة. ما تخليش الناس تقصقص جناحاتك وترجع تزعل علشان مش عارف تطير. صدق نفسك لانك جميل وقوي وتقدر تعمل اي حاجة لو بس قررت. لما تصدق الكلام ده كل الدنيا هتصدقك. وكل سنة وانتم طيبين.